السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي في كل مكان، منورين جميعا. حلقة جديدة من الراديو على ما تفرج. مساء الفل على أحلى ناس. النهاردة مش هنتكلم عن الأكل ولا مسلسلات ولا حتى فوازير. النهاردة هنتكلم عن إحساس، عن حاجة كده ما بتتشافش بس بتتحس. في مقولة كده دايما بتيجي في بالي: القلب ليه باب، والباب ده بتاع ربنا، بيفتحوا الناس معينة كده يقعدوا فيها ويربعوا. أوقات بتستغرب ازاي فلان دخل قلبك كده بسهولة، سواء في شغل أو في علاقات، وازاي حبيته بالسرعة دي. وقت تاني بتستغرب أكتر ازاي قلبك قافل ناحية حد تاني، مش قابله بقى وخلاص، حاسس إن في حاجز كبير ما بينكم، حاجة مش مفهومة بس موجودة. الحقيقة إن فعلا باب القلب ده بتاع ربنا. في ناس ربنا حاطط فيهم قبول يدخلوا قلبك كده من غير استئذان، وناس تانية بقى مهما حاولوا ومهما عملوا ما يعرفوش يوصلوا للمكانة دي. والله هي مش بشطارتك ولا بشطارتهم، هي من عند ربنا والله. وعشان كده لما بنتكلم عن الونس لازم نفهم الأول، هو مين اللي قلبنا يرضى يقعد معاه أصلا. فاصل صغير ونرجع نكمل حكاية رمضان الونس. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. رجعت لكم تاني من جديد ونجدد الترحيب بأحلى ناس، ونبدأ موضوع حلقتنا وهو رمضان الونس. رمضان يا جماعة مش بس شهر عبادة، رمضان شهر صوت أذان المغرب وهو بيعدي على البيوت زي السلام، صوت المعالق وهي بتخبط في الطبخ قبل الأذان بثواني، وصوت الحاجة وهي بتقولك يلا بسرعة خلاص ما عادش وقت على الأذان. رمضان هو اللمة اللي بترجع فجأة، حتى لو كنا طول السنة كل واحد في سكة. طب فاكر أول يوم؟ الشارع بيبقى ليه طعم مختلف، النور أدفى، الناس أهدى، وحتى الزحمة كده شكلها أحن شوية. الناس بتسلم على بعض أكتر، الابتسامة بتبقى أسهل، وحتى الخناقة بتتقال بعدها اللهم إني صائم وتنتهي بقى وتمشي، بس بعد طبعا لما الدنيا كلها تكون خربت. رمضان الونس مش بس في العزومات، الونس الحقيقي في التفاصيل الصغيرة. لما تفطر لوحدك وتلاقي حد بيتصل يقولك فطرت، لما تبعت طبق لجارك ويرجع لك بطبق تاني مليان حب، لما تتجمعوا بعد التراويح وتقعدوا بقى تحكوا عن حاجات هي ملهاش أي لازمة بس هي ليها معنى كبير. رمضان بيخلينا نفتكر إننا مش لوحدنا، إن البيت مش حيطة وسقف، البيت صوت وضحكة وريحة طبيخ وصوت قرآن خارج من أوضة بعيدة. أكتر حاجة غريبة في رمضان بصراحة إنه بيعدي بسرعة، بس إحساسه بيفضل معلق جوانا طول السنة. يمكن علشان هو بيعلمنا نبقى أهدى ونسمع بعض أكتر، نقرب من بعض أكتر، ونفكر إن الحياة مش سباق، الحياة مشاركة. لكن هنيجي لسؤال حلقتنا النهاردة، وعايز كله يكتب لي بقى في التعليقات. سؤال حلقتنا النهاردة: ايه اكتر لحظة بتحس فيها بونس رمضان؟ لمة الفطار، ولا بعد التراويح، ولا مكالمة حد بعيد بيقولك وحشتني في الشهر ده؟ اكتبولي، خلينا نملى الدنيا ونس. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك.
أصدقائي وأحبائي، وصلنا لنهاية حلقتنا. بس قبل ما نقفل، في كلام بسيط بس معناه كبير. ابن الأصول يا جماعة دايما باين، تلاقيه محترم في كلامه وفي مواقفه وتصرفاته، حتى لو بينك وبينه خلاف أو زعل. عمره ما يبيع عشرة، ولا يفضح سر، ولا يقلل منك قدام حد، ولا يوجعك بكلمة زيادة، لأنه متربي على إن الكرامة مش بتتجزأ، وإن الأصل بيبان وقت الخصام بقى قبل وقت الصحاب. إنما قليل الأصل ده تلاقيه يضحك في وشك ويطبطب عليك، ويمكن يحلف لك كمان إنه بيحبك. بس أول ما الدنيا تقلب أو مصلحته تخلص، يطلع أسوأ ما فيه ويبيعك في ثانية، ويستغل اللي عرفه عنك ويقلب عليك من غير سبب. عشان كده قليل الأصل ما يتأمنش، حتى لو كان أقرب الناس ليك. الأصل مش كلام، الأصل فعل ومواقف ووقت شدة. واللي ما عندوش أصل عمره ما يعرف معنى الوفا. كنت معاكم أنا محمد سعد من راديو عالم تفرج في حلقة رمضان الونس، واللي دايما بيقولك خليك أصيل علشان تفضل عزيز حتى وانت ساكت. استنونا إن شاء الله في حلقة جديدة وفي نفس الميعاد الساعة 9 يوم الخميس بإذن الله، ونقول لكم باي. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو، نغني ونضيف ضحك قصة ومشوار